بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. طبعا انتهت مباراة وأسدل الستار عن مباراة نادي الزمالك والمقاولون العرب منذ لحظات قليلة جدا جدا، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. هنتكلم طبعا في مكاسب نادي الزمالك من الصفقات الجديدة والأخطاء اللي ارتكبها المدير الفني وتقييم اللاعيبة في نهاية الفيديو بإذن الله. ويعني ممكن اعرض لكم بعض اللقطات كده على حسب ما هنعمل مونتاج للفيديو او مش هنعمل مونتاج. وخليني ابدا معاك بالعك والضحك الكروي اللي قدمه يانيك فيريرا في مباراة اليوم. مبدئيا الراجل بيلعب كومباكت زون وضغط من بداية المباراة حتى نهاية المباراة، وانت مع احترامنا الكامل لشخصك وقدراتك ويعني امكانياتك كمدير فني مش عامل موسم تحضيري كويس، مش مجهز اللعيبه بتاعتك بدنيا كويس. فانت ازاي هتلاعب اللعيبه من بدايه الموسم حتى نهايه الموسم؟ كله ده خطتك واحده اللي هي الضغط على حامل الكره. فاللي انت كده بتموت لعيبتك بدنيا، انت كده بتكفر سيئات اللعيبه بدنيا. اللعيبه يعني اللعيبه انسان زيك وزي المدير الفني وزي كل الناس. اللعيبه مش الات، مش ماكينات، مش هتستحمل يعني اللعب ده كله. انت برضه بتلعب ساعه ونص، ساعه ونص من الجري، ساعه ونص من الالتحامات، غير لو لاعب اتصاب. وبرضه يعني الراجل مع احترامنا الكامل لا يصلح لنادي الزمالك. واحد يقول لي ليه وانت متشائم شر في الراجل من بدايه الدوري؟ خليني اقول لك ان الراجل لعب اكتر من 3 مباريات وديه في الموسم التحضيري لنادي الزمالك. هل من المعقول نادي الزمالك يتغلب من وادي دجله 3-1؟ هل من المعقول نادي الزمالك يقعد لحد الدقيقة 45 في مباراة بروكسي الودية مغلوب 1-0 وانت بتدافع ضد بروكسي؟ يعني انا واحد، يعني خليني اقول لك، من مباراة سيراميكا اللي فاتت وانا والله عارف ان الراجل ده راجل كفتجي. الراجل ده راجل كفتجي واخدها بما يعني ايه، زي ما تيجي. يعني الكوره بتاعت ادم كايد، ويعني الراجل ادم كايد اتصرف في الكوره ببساطه، الراجل بصاه جت جول. محمد شحاته لمح الحارس متقدم جت جول. كلها صدف، ولكن مفيش جمله بتتعمل وجمله تكتيكيه على ارضيه الملعب تحسسك ان في كوره، تحسسك ان الزمالك هيرجع مع الراجل ده مدرسه الفن والهندسه اللي كانت مع فيريرا سابقا واللي كانت مع اكتر من واحد سابقا. يعني المدير الفني اللي هو كان مؤقت لنادي الزمالك، مش عارف الكابتن مين، المهم هو مصري، اللي هو يعني مش فاكر اسمه، بس اللي هو خدنا معاه بطولة الكاس ده. الراجل ده اقسم بالله يصلح اكتر من يانيك فيريرا، يصلح اكتر من يانيك فيريرا. والى كل جمهور نادي الزمالك، ما تنتظرش كورة حلوة وكورة متعة من يانيك فيريرا. يوم ما هنكسب مباراة هتبقى مباراة يعني مكسب كده ايه، زي ما تيجي مكسب وعلى الله. يعني انا مش متفائل خير ابدا بالراجل. كمان يعني في استفادات كبيره من مباراه اليوم امام المقاولون العرب، حتى وان كان يعني نتيجة مش مرضية للجمهور الزملكاوي. وانا عارف ان احنا مش هنستغل تعثر الاهلي في الجولة الاولى، واحنا كسبنا في الجولة الاولى، ولكن برضو مش هنستغل تعثر اي فريق. سواء بيراميدز تعادل، احنا كسبنا في الجولة الثانية، بيراميدز كسب. طيب خليني اقول لك المكاسب اللي نادي الزمالك استفاد بيها في مباراة اليوم. مكاسب عديدة، سواء مشاركة ادم كايد وعدي الدباغ، اطمنا على الثنائي. عدي يعني ادم كايد لاعب مميز جدا جدا، ولكن ادم كايد ما يصلحش يلعب كمركز جناح. اللاعب يصلح يلعب كمركز 10، لان اللاعب ببساطة تمريراته البينية تدرس، تمريراته البينية يعني تنهي لك اصعب ماتش. الراجل برضو يعني ادم كايد عندي ملاحظات على مشاركته اليوم، اللي هي انه الراجل مش بيتقدم بالكرة كتير، الراجل بيحب يمرر كتير، فلذلك انا رشحته انه يلعب كمركز 10. كمان يعني عدي الدباك كان ليه كرة صعبة جدا في بداية المباراة، ولكن الراجل عافر فيها في اكتر من مرة ولطش الكرة كده وجات في ايد يعني ابو السعود حارس مرمى المقاولون العرب. كمان يعني خليني اقول لك ان اشراك خوان الفينا هو اكبر مكسب لنادي الزمالك. خوان الفينا نزل قلب لك المباراه، نزل راوغ مراوغتين، عمل 3 كباري، الراجل شاد شوتين، واحده في ايد الحارس والثانيه يعني تم يعني انقاذها من احد لاعبي نادي الزمالك بالراسيه وتصدى لها الحارس. فراجل قلب نزل لك الماتش، وانا ارشحه انه يكون جناح نادي الزمالك الاساسي في جميع مباريات الدوري، وربنا يبعد عنه شر الاصابه باذن الله.
ده. فده بالنسبه لاخوان الفينا، والراجل يعني قدم برازيلي اصلي، برازيلي واسمر برقصه سامبا. بلا تقول لي بلا بالونه، ولا تقول لي حتى شلونه ولا اي حاجه، ولا جعان ولا اي حاجه. ده برازيلي اصلي، برازيلي اصلي. فكل التوفيق لاخوان الفينا مع نادي الزمالك، وبتمنى نادي الزمالك يتدارك الموقف ويعني يشوف الراجل يانيك فيريرا، هل الراجل ده هو لسه ما شافش خبايا الفريق، ولا الراجل ده هي التكتيكس بتاعته هي دي. لان لو التكتيكس بتاعته هي دي، واحنا كلنا شفنا فيديوهات للراجل وخطة لعب الراجل وتحليل للراجل، كان في الفرق التانية عامل عظم. لكن مع الزمالك لا حول له ولا قوة. بتمنى التوفيق للملكي في ما هو قادم من الدوري المصري الممتاز. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكتب لي برضو رأيك في التعليقات في أداء نادي الزمالك، مدى رضاك عن النتيجة اليوم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.